في خلال ال3 سنين اللي انا قعدتهم في المانيا، بعد اول سنه طلعت التالت على الجامعه، والجامعه عملت لنا حفله تكريم وعزمتنا على عشاء حضر فيه اغلب البروفيسورات واهم الناس في الجامعه. اشتغلت في مركز بحث تبع الجامعه، اشتغلت مساعد للبروفيسور في الجامعه. في السنه الثانيه خدت منحه المانيا واللي هي الدوتشلاند شتيبنديوم، اللي خدوا في السنه دي 102 طالب من اصل حوالي 16,000 طالب. بعد نهايه الدراسه كنت طالع العاشر على الدفعه بتاعتي، ودلوقتي شغال في واحده من اهم واكبر الشركات في المانيا. سي في محترم ولا ايه؟ معقول لسه عندي 24 سنه برضه، لسه التقيل جاي. بقول انا الكلام ده ليه؟ عشان اعلي المصداقيه بتاعتي. لو انت شايف ان الحاجات اللي انا حققتها دي من اهدافك، يبقى انت غالبا عايز تمشي في طريق قريب من اللي انا مشيته. لان الواحد دلوقتي بقى يتفرج على فيديوهات ويسمع كلام ونصايح بتجنني، عايز تمسك دماغي اخبطها في الحيطه. في ترند كده طالع جديد انك انت تخلص الجامعه بتاعتك في المانيا في 4 سنين. الناس اللي ما تعرفش دراسه الهندسه والبرمجه في المانيا 3 سنين بس لا، احنا مش هنخلصها في 3 سنين، احنا هنخلصها في 4. هناخد سنه كده زياده عشان ايه؟ يبقى عندنا براح كده. وما تسال الناس دي ليه، تقول لك عادي، ما اغلب الناس بتعمل كده. وده الى حد ما صح، اغلب الناس فعلا بتاخد وقت اطول شويه من 3 سنين. بس انت مالك ومال الناس؟ انت محدش ضحى زيك، انت سبت اهلك وبلدك وناسك تمام، وضحيت بوقت كان ممكن تقضيه مع عيلتك واصحابك، وجيت هنا سافرت قارة تانية. ده كله يعني عشان تبقى عادي بقى، اصل كل الناس بتعمل كده؟ لا، انت جيت عشان عايز مستقبل احسن ليك تمام ولعيلتك بعد كده. فانت عايز احسن حاجه لنفسك خالص، عشان يبقى التضحيه والمعاناه اللي انت هتعانيها هنا كطالب اجنبي في المانيا تبقى ورثت في الاخر، تبقى انت حققت حاجه. واما تيجي تقول اصل اغلب الناس كده وتقارن نفسك بالالمان او الاوروبيين اللي عايشين هنا، ناس دي قاعده في بلدها تمام مع صحابها والثقافه اللي هم اتربوا عليها، اهلهم موجودين، والدوله بتنزل لهم في الحساب البنكي بتاعهم مصروف شهري او اللي هو القرض الطلاب، يعني عشان ما يقلقوش من اي حاجه وما يوجعوش دماغهم باي حاجه ويركزوا على مذاكرتهم ودراستهم وخلاص. الناس دي عايشه في الفخفخينه فوق، مش واجع دماغها باي حاجه. انت بقى كطالب اجنبي جاي هنا لازم تشتغل وتشتغل كتير كمان عشان تصرف على نفسك، ولو صرفت من الحساب البنكي في الاول تعوضه، وقصه كبيره كده. قارن نفسك بيهم انت ليه؟ انت ضحيت كتير، يبقى انت ما تمشيش بقى ورا الناس وخلاص. اتكلمت انا في الحوار ده قبل كده كتير، ان انا بلاقي كتير طلاب عرب جايه اللي هو ايه ان شاء الله بس نمشي كده وخلاص، ننجح باي درجه ويا رب بس يسيبونا كده ايه نعيش معاهم وخلاص. ويبصوا لنفسهم دايما ان هم اقل من الناس الباقيه، اقل من غيرهم، كل الناس احسن مننا، عقده الخواجه، كل الناس حلوه انما احنا لا، احنا وحشين، احنا ما نقدرش نعمل حاجه، ما نقدرش نحقق حاجه لنفسنا. فانت ما تيجي المانيا عندك هدفين، انك تبقى احسن فيرجن خالص، احسن نسخه من نفسك خالص ممكن توصل لها، وانك تبقى مثلا من التوب 10% في المجال بتاعك، سواء بقى في الدراسه تمام والجامعه وكده، او في المجال بتاع الشغل بتاعك بعد ما تخلص. ده يبقى هدفك. وده الغرض اصلا من الفيديو ومن القناه كلها على فكره، ان انا اشجع الناس ان هي تحقق اكتر وتحلم اكتر. ما دامك هتطمح وضحيت وهتعاني مش عارف ايه، يبقى تحلم باكبر حاجه ممكنه. ما تمشيش بقى تقول انا عايز بس ابقى متوسط كده وخلاص وامشي مع الناس وخلاص. لا، حاول انك تبقى احسن حاجه خالص. ليه لا؟ الحلم يعني مش بفلوس. طب الفيديو ده هتكلم عن 4 حاجات ساعدتني اوصل اللي انا قلت لك عليه ده، واللي انا فخور بيه جدا. اول حاجه انك تبني علاقاتك على طول من وانت صغير. اول ما تخش الجامعه حاول تتعرف على اكبر عدد من الناس، من الطلاب او زمايلك في الجامعه. والاهم من كده انك تحاول تبني علاقات مع الاشخاص المهمه، سواء بقى في الشغل او في الجامعه. فتروح تخبط على مكتب البروفيسور وتقول له اهلا، انا اسمي كذا، انا شفت على موقع بتاع حضرتك او على موقع الجامعه انك انت شغال على بروجكت كذا، انا مهتم جدا بالمجال ده وعملت فيه كذا بروجكت في الفري تايم بتاعي، ممكن ابعت لك ايميل فيه لينكات الحاجات دي لو انت مثلا مهتم ان انت تبص على الموضوع، او لو عندك اي فيدباك ليا هبقى مهتم قوي ان انا اشتغل مع حضرتك. فلو عندك مثلا فرصه تدريب او فرصه شغل للطلاب، انا مهتم جدا ان انا اشتغل على الموضوع ده. مفيش اي حاجه تخسرها خالص، بالعكس انت ممكن الموضوع ده وين يعني بالنسبه لك، انت مش هتخسر حاجه. لان ايه اللي هيحصل؟ حاجه من 3 حاجات. يا اما الدكتور هيبقى فعلا انترستد ويقول لك انا فعلا بدور على طلاب وشكلنا هنبقى جود فيت، منك مهتم بقى بالحاجه دي. وانت كمان كان ممكن تقول له ايه بقى، لا ده انا عملت كمان ماده مع حضرتك في مجال قريب يعني وجبت فيها درجه كويسه مش عارف ايه. فالبروفيسور يبقى مهتم يقول لك ماشي، يعني لو في شغل مثلا تمام تعالى اشتغل معايا. تاني حاجه يقول لك للاسف احنا خلاص جبنا كل الطلاب اللي احنا محتاجينهم،
بس انا اعرف بروفيسور كذا تمام شغال على مشروع قريب جدا وكان قايل ان هو بيدور على طلاب، ممكن اوصلك بيه وابعت كده ريكومنديشن او ايميل يعني للبروفيسور ده واقول له ان انت طالب مجتهد وشاطر وطموح ومش عارف ايه ومهتم وممكن تلاقي شغل معاه. او ثالث حاجه تمام يقول لك لا للاسف ما فيش شغل دلوقتي، بس في الاول وفي الاخر هتبقى بنيت علاقه معاه تمام. فمثلا لو في بعد كده فرصه ممكن يبقى عارفك يبعت لك ايميل يقول لك لو انت كنت مهتم بحاجه زي كده عندنا فرصه جميله قوي دلوقتي ممكن تقدم لها. او لو حصل اي احتكاك ما بينك وما بينه في المستقبل تمام هيبقى عارفك، عارف ان انت شخص تمام بتسال وطموح وعايز تشتغل ومهتم بحاجات مختلفه في التكنولوجي بتاعتك ومش عارف ايه. حاجه كويسه قوي، علاقات ممتازه مع ناس مهمه في الحياه. تاني حاجه نظم وقتك وبالذات في وقت الشغل. انا عارف ان الحساب البنكي مشكله ومعضله وكارثه وحمل وعبء نفسي وزي ما انت عايز تقول تمام. الناس كلها لازم تشتغل عشان تمول دراستها، في كمان الناس عايزه تشتغل بزياده عشان يبقى الحساب البنكي بتاعها اقل فعايزه تصرف على نفسها وتزود كمان فلوس عشان تكمل الحساب تاني. متفاهم كل الكلام ده، بس في ممكن تشتغل شغلانتين نفس عدد الساعات نفس كميه الفلوس وواحده منهم تشفط منك ضعف الوقت، انها بتترتب على المكان والوقت والتكرار تمام. تبقى شغلانه بعيده فتاخد ساعتين منك في المواصلات، او يبقى في وقت اللي هو البفر اللي هو ايه وقت ما بين حاجتين مثلا الجامعه والشغل وفي وقت ما بينهم. الوقت ده مثلا يبقى كبير كفايه ان هو شفط جزء كبير من يومك بس في نفس الوقت صغير انك ما تقدرش تعمل فيه اي حاجه برودكتيف، وقت ضايع كده على الفاضي. او انك ترمي كده الشغل في نص اليوم وخلاص فيبقى قبليه وقت صغير ما تلحقش تعمل فيه حاجه وبعدين انت مروح تعبان من الشغل فمش هتعمل حاجه. يبقى انت مثلا اشتغلت 4-5 ساعات ولا حاجه ويومك كله ضاع على كام ساعه دول، طبعا حاجه انت مش عايز تعملها. ازاي بقى تنظم وقتك؟ دي حاجه ترجع لك، كل واحد وحياته كل واحد واللايف ستايل بتاعه. في ناس بتحب تقوم خبطها تك مره واحده مثلا 10 ساعات في اليوم غالبا في الويك اند ويبقى خلصت من موضوع الشغل ده في الاسبوع. ناس ثانيه تقول لك لا انا هشتغل مثلا مرتين في الاسبوع، انا ببقى راجع من الجامعه كده كده تعبان مش مركز مش عارف اعمل حاجه فاستغل الوقت ده في الشغل ويبقى عندي وقت في الويك اند كله اخلص كل الحاجات اللي ورايا. في ناس ثانيه تقول لك لا انا هشتغل في الويك اند ويبقى انا مخصص الويك اند ده للشغل والراحه ولو عندي مثلا حاجات بسيطه اعملها في الجامعه، ويبقى الوقت في الاسبوع او اللي هو يوم الجامعه يعني كامل بقى اروح الجامعه الصبح وفي نفس الوقت بالليل اخلص كل الاساينمنتس اخلص كل الحاجات اذاكر اعمل كل اللي ورايا. ايه بقى من دول مناسب بالنسبه لك انت؟ طبعا كل واحد ستايل حياته، مهم تعرف من اول يوم انت هتنظم حياتك ازاي. وحاول دايما تلاقي شغل على طول ليه علاقه بالمجال بتاعك، برمجه هندسه ايا كان، في اسرع وقت ان بيبقى المجهود فيه اقل وممتع اكتر وفلوس اكتر. ثالث حاجه تخليك شجاع ومالكش دعوه باحد، مالكش دعوه بالناس خالص تمام. فانت لو بالنسبه لك شفت اي حاجه مضيعه الوقت محاضره ايا كان ما تروحهاش، ان شاء الله تكون انت الوحيد في الدفعه كلها اللي ما تروحهاش. لو الموضوع بيميك سنس بالنسبه لك عادي تمام. محاضره بقى انت مش فاهمها مش عايز تروحها بتضيع وقت، هي محاضره واحده في اليوم فلو رحت تضرب لك اليوم كله، حاجه انت عارفها من قبل كده ايا كان السبب، لو مش عايز تروح ما تروحش. انا وده حصل معايا، انا في محاضرات تمام ما رحتش ولا واحده تمام، كنت اروح اشوف الدكتور الجامعه يوم الامتحان اول مره مبقاش عارف شكله ايه. عادي لو الموضوع بيميك سنس بالنسبه لك اعمل اللي في دماغك انت، مالكش دعوه بحد، اعمل سيستم لنفسك فروم سكراتش من الصفر كده. مفيش اتنين زي بعض ومفيش نظام حلو لكل الناس، انت ابني لنفسك. وزي ما قلت قبل كده لما تاخد نصيحه اعرف النصيحه دي ليه، ولو ماشيه معاك تمام مش ماشيه خلاص كبر دماغك تمام. كلنا مش زي بعض. اخر حاجه بقى عشان ننجز برضو وقت الحلقه هو النجاح بالنسبه لك عامل ازاي. انا قلت قبل كده ان انا بعد اول سنه كنت طالع الثالث على الجامعه، بعد ما خلصت ال3 سنين كنت العاشر، بس بالنسبه لي ده مش حاجه وحشه او هو قرار انا خدته ان انا اقلل الوقت اللي انا بستثمره شويه في المذاكره والدراسه وكده واركز اكتر على المهارات اللي انا محتاجها عشان انمي الكارير بتاعي، وفي نفس الوقت ازود عدد ساعات الشغل. انا دلوقتي بقى عندي خلاص حاجات شغل ليها علاقه بالمجال بتاعي والكارير بتاعي وممتع جدا، بتعلم فيه حاجات كتير، ببني علاقات مع ناس كويسه وناس مهمه وهكذا. فقشطه ماشي اضحي شويه بالترتيب بتاعي او الوقت اللي انا بحطه في المذاكره وابني مهارات هتفرق معايا قوي في الكارير بتاعي. ده قرار انا خدته وبقيس النجاح بتاعي على كده. انت النجاح بتاعك عامل ازاي؟ الله اعلم. ناس تقول لا انا هدفي في الحياه ان انا اطلع الاول على الجامعه، ماشي. ناس تقول لك لا انا مثلا ممكن اطلع مثلا متوسط شويه في الجامعه بس ابقى افشخ واحد في المجال بتاعي خالص، ماشي. ناس تقول لك ابقى في المتوسط في الجامعه بس ابقى ممتاز في الكارير بتاعي واشتغل اكتر واكسب مهارات ومش عارف ايه. انت بقى النجاح بالنسبه لك عامل ازاي؟ ماشي. بس في الاول وفي الاخر اجتهد تمام وحاول تطلع احسن نسخه ممكن توصل لها من نفسك. وما دامك بقى خلاص عانيت وضحيت وكده حاول دايما تبني مستقبل احسن لحياتك. مفيش حد احسن منك، مفيش حد مولود احسن منك.
الموضوع في الاول في الاخر منافسه، تمام؟ حتى لو انت جاي مثلا في شويه فروق في المهارات او في المعرفه او كده ما بينك وما بين اجانب، مع الوقت والمجهود اللي انت بتحطه الفرق ده هيفضل يقل، مع ان انا مش شايف كده. انت بتيجي زيك زي بقيه الناس، بالعكس ممكن يبقى عندك مهارات ومعرفه اكتر كمان. لا، من الاخر يعني كله بالمجهود اللي انت تحطه، كل ما تحط مجهود اكتر كل ما تنجح اكتر في الحياه. ما تبصش لنفسك خالص خالص انك اقل من حد، انت زيك زي اي حد خالص، بالعكس لما تحط مجهود هتبقى احسن. واثق فيك وواثق انك هتبقى من انجح الناس وانجح فيرجن خالص ممكن توصل له. كفايه كده النهارده، كان معاكم محمد جامع، اشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.